فيلمنا بيبدأ في ليلة راس السنة مع ستيفن اللي صحى من النوم ولقى مراته فيفيان قاعدة مع ابنه وبيتكلموا، وهو بيقرب منهم عارف إن ابنه داخل على قصة حب جديدة. وفيفيان سألته نمت كويس؟ قال لها لأ، ده طول الليل بيحلم بأحلام غريبة، وكمان بقاله فترة عنده صداع ومش راضي يسيبه. وبعد كده هي قالت له طيب خد لك أجازة وريح شوية. رد عليها صعب، احنا ناقصنا ناس في الشغل وما ينفعش أسيبهم. وبعدها قام يجهز شنطته عشان يروح شغله. وفيفيان قالت إن ابنهم خارج مع أصحابه، وهي هتزور أختها جوليا اللي عاملة حفلة. وهو رايح الشغل قابل مدام تالا اللي قالته أسفة إني بتقل عليك، بس هتغطي مكاني الليلة. وده لأن جوزها السابق قرر ياخد العيال معاه وقال لها إنه عنده مهمة مستحيلة، وكلنا طبعا فاهمين المهمة دي شكلها إيه. وبعد كده قالت له إن زميلتهم ساندي هتمشي الساعة 11، وسابت له الوردية ومشيت. وابتدت الليلة، وشغلانته كانت عاملة زي برنامج أسامة منير كده، أي حد متضايق بيتصل يفضفض معاه، ولو حس إن الشخص ده ممكن يأذي نفسه بيتصرف بسرعة ويبلغ الشرطة. وأول مكالمة جاتله قال ألو، وكانت واحدة اسمها ميري. قال لها هاي ميري، احكي لي بقى على اللي انتي مخبياه. قالت له إنها مخنوقة وحياتها مليانة مشاكل، وطلبت منه ما يبلغش الشرطة وتكون المكالمة سرية. وطبعا قال لها ولا يهمك، سرك في بير. وقعدت تحكي له عن جوزها اللي بيعاملها وحش، وإنها بتاخد مهدئات عشان تقدر تكمل حياتها. وقالت له إنها فكرت تنهي حياتها، وقالت له أنا فكرت أنهي كل ده. فرد عليها وقال استني كده، انت مش اول واحدة تقولي كده، بس في دايما حلول. وسألها هي ساكنة فين؟ قالت له انهم مأجرين بيت في مدينة اسمها بالما سبرينجز عشان يقضوا فيه الاجازة. وقالت له ان جوزها عارف انها مكتئبة وبرضه بيعاملها اسوأ. وحس ستيفن من صوتها انها خايفة، فقال لها بصي، لو حسيتي انه جاي عليكي فجأة قولي كلمة السر وانا هفهم على طول. واتفقوا ان الكلمة هتكون رائع جدا. وبعدها قال لها ليه ما تسيبيش البيت الليلة دي، يمكن ده يهديه شوية، وكمان نصحها توقف الأدوية مؤقتا لحد ما تروح لدكتور نفسي. وفعلا اديته عنوانها، لكن فجأة المكالمة اتقطعت. فكر في حياته وهو صغير وراح يعمل لنفسه قهوة عشان يصحصح، ومكالمة ورا مكالمة لحد ما في مرة وهو بيرد اتدلقت الكوباية على ايده. والمكالمة دي طلعت واحدة بتستظرف وبتقوله مستشفى الكلب معايا. فرد عليها كلب لما ياكلك، وقفل السكة في وشها. دخل يغسل ايده وقلع دبلته ونسيها على الحوض، وخرج يتكلم شوية مع ساندي. قالت له باين التليفون النهاردة مش هيبطل رن رغم انها ليلة راس السنة، وقالت له اعمل حسابك في شريط صداع. وبعدها راح يعمل قهوة مكان اللي اتدلقت، والتليفون رن تاني، بس المرة دي اللي كان على الخط كان جوز ماري اسمه جيسون. وخلى مراته تكلمه وقالت له إنها أسفة وإن الأدوية بتخليها تشوف حاجات مش موجودة. بس لما سألها جوزك هو اللي قالك تكلميني، قالت له كلمة السر رائع جدا. وقتها ستيفن فهم إن في خطر فعلا، اتصل بالشرطة فورا وبلغهم بعنوانها. وبعد المكالمة لاحظ إن دبلته مش في إيده، قام زلزال هز المكان. وبعدها كل حاجة سكت، ورجع يدور على الدبلة ما لقاهاش. رجع مكتبه لقى فيه مكالمة تانية. أول ما رد سمع صوت بيقوله أنا هخلص على نفسي. قال له مين؟ بس الراجل ما كانش بيرد. فضل يحاول يخليه يتكلم، وبعد محاولات كتير الراجل قال أنا اسمي ستيفن، وإنه طالب في جامعة كاليفورنيا وساكن في فندق واشترى سلاح وناوي ينتحر. ستيفن الحقيقي حاول يهديه وقال له بص يا عم، احنا حتى اسامينا طلعت زي بعض. ولما سأله عن حبيبته قال له اسمها فيفيان. هنا ستيفن اتصدم وقال له انت بتقول ايه؟ ده اسم مراتي. ولما سأله عن اسم العيلة قال له توماس. المفاجأة ان اسمه زي اسم مراته بالظبط، وقال له كمان انه درس في نفس مدرسته. ستيفن ساعتها بدأ يشك، هو ده مقلب ولا ايه؟ راح اتصل بابنه قال له كويس المقلب اللي عملته فيا، بس ابنه قال له انه ما يعرفش حاجة، وقفل معاه ورجع يكمل المكالمة. الراجل قال له انه ناوي ينتحر الساعة 12 بالظبط. وستيفن بدأ يقلق لأن شكله كان مجهز نفسه خلاص، وفضل يقول له إن الدنيا مش وحشة للدرجة دي، وإن في ناس عايشة حياة أصعب. لكن الراجل كان بيغوص أكتر في سوداوياته، وقال له إن الناس كلها كدابين وكلهم بيعيشوا بوشين، وقال له إنه لما ينتحر هيبقى حر. وستيفن اتأثر بكلامه، خصوصا لما بدأ يفتكر أيام طفولته. وفجأة المكالمة اتقطعت. راح يتصل بمراته فيفيان عشان يطمن، بس للأسف تليفونها كان مقفول. وهو قاعد لوحده ودماغه مشغولة ساب لها رسالة بيقول لها فيها إنه قلقان
وبيحكي لها عن المكالمة الغريبة اللي جات له واللي خضته فعلا، وبعدها اضطر ينزل بسرعة علشان يدخل الحمام، لكنه اتفاجئ بورقة مكتوب فيها ممنوع الدخول، فطلب من ساندي تقعد مكانه شوية لحد ما ينزل الحمام اللي تحت. وهو لسه نازل رنت عليه المحققة فريدريك وقالت له انهم لحقوا ماري قبل ما جوزها يخلص عليها، وشكرته على مساعدته الكبيرة، وكمان طلبت منه يجي عشان يكملوا باقي التحقيقات. ولما نزل لمح جو بتاع الأمن واقف وراح دخل الحمام، ولما طلع سأله فيه ايه، المكان شكله مش طبيعي، فرد عليه جو وقال له ان في حد اتصاب بالرصاص واتنقل على المستشفى اللي جنبهم. وفجأة النور بدأ يقطع ويرجع تاني، فستيفن قال له ده حتى كان في زلزال من شوية، لكن جو قال له انا ما حسيتش بحاجة. وبعد ما طلع تاني لقى ان ساندي كانت خلاص مشيت، فاتصل باخوه اندرو علشان يطمن عليه، وابتدوا يفتكروا أيام زمان لما كانوا طالعين رحلة مع باباهم ومامتهم. وستيفن قال له فاكر لما قلتلك إني شاكك إن بابا ممكن يأذي ماما؟ وبعدها أندرو سافر يدرس، وفضل ستيفن عايش مع أهله وكلامهم ما كانش كتير. وبعد شوية أندرو قال إنه مضطر يقفل عشان عنده ضيوف، فقعد ستيفن يراجع مذكراته اللي نفسه يحولها كتاب ويطبعه، وقرر يدور على صديق مراته فيفيان لأنه الوحيد اللي ممكن يساعده في موضوع الطباعة. لكنه لقى تليفونه بيرن وكان مات اللي بيتصل، فقال له ايه الصدفة دي؟ ده انا لسه بقرا اخر كتاب ليه. فمات قال له انه معجب جدا بالرواية ومتحمس يكملها. وفجأة حصل زلزال تاني اقوى من اللي قبله، والمكان كله اتقلب، وراح ستيفن يتأكد ان الخطوط لسه شغالة، وكان مات لسه على التليفون. طلب منه مات يبعت له الرواية علشان يكملها، وفجأة فيفيان اتصلت عليه، فاضطر يقفل بسرعة عشان ما يباتش على الكنبة، وقالت له إنها خلصت عند أختها وهتعدي عليه. وقعدوا يرغوا مع بعض في الطريق، وقالت له إن جيف ابنهم هيتأخر شوية، فقال لها فاكرة أيام زمان كنت دايما أكبر داعم ليا. وابتدوا يفتكروا أول مرة اتقابلوا فيها في محاضرة علم النفس، وإن أفكارهم كانت قريبة من بعض. لكن فيفيان قالت له كل لحظة معاك جميلة ما عدا يوم واحد بس. وفكر ستيفن في اليوم ده لما كانت في مشكلة بينه وبينها بسبب إنه حكالها عن أبوه اللي كان بيعذبه، وبص على ظهره وافتكر الضرب، وطلب منها تقفل وهيكلمها بعدين. وبعدها جاله تليفون من الشخص اللي كان مكتئب، وقال له سمعت عن الأسطورة الإغريقية إن الحياة بعد الموت أجمل، وسأله أنت مصدق الكلام ده؟ فرد ستيفن وقال له أنا ما متش عشان أقدر أقولك، بس كل مشكلة وليها حل، والموت ما فيهوش رجوع. بس الشخص ده قال له أنا بكلمك علشان أضيع آخر 10 دقايق من حياتي. وسأله عمرك ما حسيت بضعف؟ فرد عليه ستيفن وقال له أنا شفت كتير، ده أنا عندي حكايات تشيب. وبدأ يحكي له عن أبوه الظالم اللي كان دايما بيشوفه بيعذب أمه، ولما خرج يطمن عليها لقاها مرمية على الأرض ميتة. وأبوه لما عرف إنه شاف اللي حصل أخده على بيت الغابة علشان يسكته، وفضل يهدده ويضربه، وكان عايز يقول للناس إن موت أمه كان قضاء وقدر. وفجأة قال له الشخص اللي على التليفون الوقت خلص، وستيفن حاول ينقذه بأي طريقة وسأله أنت فين؟ وكان بيتصل في نفس الوقت بالشرطة عشان يسمعوا المكالمة، وقال له أنا عارف إنك في فندق صغير وشكلك مكتئب ومعاك سلاح، وكرر اسم الفندق عشان المحقق يسمعه. وهنا الشخص شك في ستيفن وقال له انت ليه بتعيد العنوان؟ بلغت عني؟ فقال له ستيفن بالعكس، ده انا بحاول اطمن عليك. وسأله عن رقم الأوضة وقال له إنها 15، وطلب منه يقابلوا يشربوا عصير مع بعض. لكن فجأة سمع صوت رصاص وحصل زلزال والدنيا كلها بقت ضلمة. وفي اللحظة دي المحقق اتصل بستيفن وقال له احنا وصلنا الفندق ومفيش حد موجود، بس لقينا آثار رصاصة قديمة في أوضة 15، وده خلى ستيفن يتلخبط ودماغه عملت ايرور. ولما قفل مع المحقق لمح خيال حد بيبص عليه وجرى وراه لحد ما وصل لباب، لكن الباب ما فتحش. وفجأة ظهر جو من وراه وقال له انت عارف ان ممنوع حد يقرب من هنا، وأصر يخرجه من المكان. وستيفن فضل يسأله عن المستشفى اللي جنبهم، لكن جو كان ساكت وما بيقولش حاجة. ولما رجع مكتبه دخل على جهازه وبدأ يعمل سيرش على المستشفى، وفجأة لقى تليفونه بيرن. اللي ردت قالت له أسفة، أختي كانت بتهزر واتصلت عليك. فسألها اسم أختك إيه؟ قالت له جوليا، وأنا اسمي فيفيان. قال لها طب قوليلي التاريخ النهاردة. ولما قالت له قال لها ركزي معايا، في حد اسمه ستيفن قرر يخلص على نفسه، لازم تروحي تنقذيه بسرعة. والمفاجأة الكبيرة إن ستيفن اللي كلمه هو نفسه،
وكل اللي حصل كان حوار داخلي بينه وبين عقله الباطن، وهو دلوقتي في غيبوبة من فترة، وفيفيان حبيبته قاعدة جنبه في المستشفى، وكل الشخصيات اللي ظهرت طلعوا ممرضات. وبيخلص فيلمنا على كده. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك أفلامنا الجديدة.